السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهارده ان شاء الله جايه اعمل معاكم الكاستر. حاجه حلوه كده وسهله جدا. طبعا معايا هنا لبن، ده حوالي 2 كيلو لبن. وده الكاستر اللي انا هستخدمه. طبعا بيجي من اي محل. اي نوع كاستر بقى تفضليه، بس الكاستر دوت انا بعمله على طول وبينجح معايا جدا. اهو هو اسمه كاستر بالفانيلين، يعني بالفانيليا يعني. هعمله دلوقتي وهتشوفوا الخطوات معايا واحده واحده. طبعا يا حبايبي اللبن دوت انا محلياه حسب الرغبه، زي ما انت عاوزه تحلي يعني. فطبعا مش هعيدك بمقدار السكر بتاعي. هحط اللبن دلوقتي على النار يغلي لحد ما اجهز معاكم الكاستر بتاعي وادوبه، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بقى هبتدي ادوب الكاستر بتاعي. كميه اللبن اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو اللي هم حوالي 2 كيلو لبن، دول هحتاج لهم 5 معالق من بودره الكاستر كده مليانين. ده 1 2 3 4 5. كده بقى يا حبايبي هنزل بشويه ميه كده صغيرين يا دوب بس اغطي بهم البودره بتاعتي. ممكن تدوبي الكاستر بتاعك دوت في لبن، بس انا بحب اعمله بميه. وتفضلي بقى تدوبه كويس جدا لحد ما الكاستر يدوب جدا في الميه بتاعتك بالشكل ده كده. هو سهل جدا ومش محتاج اي تفاصيل خالص، بس حبيت اعمله كده معاكم النهارده. هفضل اقلب فيه كويس جدا كده لحد ما يختلط خالص بالميه ويكون كلته سائل معايا بالشكل ده كده. اهم حاجه انه يدوب معاكي، ما يبقاش فيه اي كلكعه علشان ما يكلكعش معاكي في اللبن ويطلع القوام بتاعه مظبوط. كده اللبن يا حبايبي بدأ هيبتدي يغلي معايا اهو، يعني لسه هيقوم للغلوان. هنزل بقى دلوقتي بالكاستر بتاعي اللي انا مدوباه في الميه. ايد تقلب وايد تنزل الكاستر بتاعي، وهوريكم دلوقتي ازاي ان شاء الله. في المرحله دي بقى يا بنات هو قايم للغلوان زي ما انتم شايفين كده، يعني يا دوب لسه هيكون لسه قايم انه يغلي، ما يكونش يعني غلي وهيفور منك، لا يكون لسه قايم للغلوان كده. هنزل بقى بالكاستر بتاعي بالشكل ده كده. ايد تقلب وايد تفضي الكاستر كده زي ما انتم شايفين. تستمري بقى في التقليب كتير جدا جدا، وطول ما هو بيغلي كده تفضلي تقلبي فيه جامد. ايدك ما تسيبهوش خالص لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. وما تخافيش هو مش هيفور منك ولا حاجه طول ما انت بتقلبي فيه كده. شايفين هيبتدي بقى يمسك معايا دلوقتي. هفضل اقلب فيه كتير جدا علشان ما يكلكعش معاكي زي ما انتم شايفين كده. حبايبي بعد ما خلصت الكاستر بتاعي تقليب، دي المرحله اللي وصل لها. السمك بتاعه بقى زي ما انتم شايفين كده، ولا مكلكع ولا اي حاجه خالص. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ايدي كانت فيه شغاله تقليب، ما شلتهاش خالص لحد ما وصلت للمرحله اللي انتم شايفينها دي، ولا مكلكع ولا اي حاجه. وعايزه اقول لك تعملي حسابك ان هو لما بيبرد بيتقل شويه، فانتي اهو تنزليه في المرحله دي كده. لان طبعا انت لما بتغرفيه في الاطباق بتاعتك وتسيبيه بيبرد قوامه بيتقل كده كمان عن كده شويه، لان طبعا هو فيه نشا زي ما انتم عارفين. هغرفه بقى دلوقتي في الاطباق وهوريهولكم. وده الكاستر بتاعي يا بنات بعد ما خلاص غرفته معاكم في الاطباق كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان النهارده فيديو سهل وبسيط جدا. انا عاملاه للناس المبتدئين، البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا يعملوا حلويات. سهل جدا زي ما انتم شايفين، ولو عملتيه بنفس المقدار اللي انا قلته في اول الفيديو هيطلع معاكي مظبوط جدا وناجح. طبعا دلوقتي بقى يحطه في التلاجة ولازم يتاكل ساقع لانه بيبقى حلو جدا وهو ساقع. اتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وشير للقناه وشير للفيديو، وتشتركوا في القناه وتدعموني علشان القناه تكبر بيكم وليكم. واستنوني في فيديو جديد، واسيبكم يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.